فهاد الفترة اللي فاتت ولينا كنشوفوا بزاف ديال الفيديوهات على ظهور علامات الساعة، بحال خروج يأجوج ومأجوج في قرية في تركيا، وانحسار نهر الفرات اللي كتعتبر علامة من علامات الساعة الكبرى أنه يجف، وظهور جبل كامل من الذهب. هاد الشيء اللي كنشوفوه فعليا قدام، فمن غير الفيضانات والسيول اللي كنشوفوه في شبه الجزيرة العربية. في هاد الفيديو غادي نشوفوا كاع هاد التفاصيل واللي كنعتبرو أهم فيديو في هاد القناة ديالي. المهم في هذا الفيديو غنهضروا على علامات الساعة، وكل شيء عارف باللي كاين علامات الساعة الكبرى وعلامات الساعة الصغرى. فخلينا نعرفوا الفرق بين علامات الساعة الكبرى وعلامات الساعة الصغرى. فعلامات الساعة الكبرى اللي هي صافي موراها غادي يجي يوم القيامة، وهاد العلامات مني غادي يوقعوا الناس غادي تحس وغادي تشوفها بعينيها. فمثلا ظهور الشمس من مغربها واللي صافي الابواب توبه غادي تسد ديك الساعة، وكاين الخسف والدخان وبزاف ديال العلامات بحال هاد. والعلامات الساعة الصغرى هذه اللي كتجي تحذير لنا باش نتوبوا ونوعاو بداكشي اللي كنديرو، واللي ظهر الكثير منها بداية من بعثة نبي محمد صلى الله عليه وسلم لانشقاق القمر وظهور الخوارج ولموت النبي والصحابة رضي الله عنهم. والله اخوتي وانا كنجمع في هذه المعلومات شدني واحد الخوف اللي عمرو شدني في حياتي كامل. تخيل معايا غادي تجي تفتح القران الكريم غادي تلقاه فارغ ما فيه حتى شي ايه، ولو حرف اخير ما غاديش نلقاوه مكتوب في القران الكريم. واللي زاد الخوف هو في هذا العصر الحالي كيبانوا علامات من علامات الساعه الصغرى وكتكرر بشكل كثير. فمثلا كثره القتل واللي ولينا كل نهار كنسمعوا خبر مثل هذا. ومن غير هذا الشيء انتشار الكاسيات العاريات واللي كلنا كنشوفوها في المواقع التواصل، واللي ولات شيء بديهي وشيء عادي عندنا هنا. اجيو نشوفوا واحد العلامه اللي كتبان حاليا كتعتبر من علامات الصغرى، واللي هي بدا التغير في شبه الجزيره العربيه، واللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا، وحتى يصير الراكب بين العراق ومكه لا يخاف الا ضلال الطريق. وهذا الشيء اللي كيعني ان شبه الجزيره العربيه غادي ترجع لمجدها الاول، لان كيف ما كتشوفوا حاليا شبه الجزيرة العربية ولات كتغطيها السيول وأنهار. ما زلنا معكم أبو عبد العزيز 603 في قلب الحديقة. الآن هذا الوقت طريق تبوك. فكيف ما شفتوا في الفيديو حتى من الصحراء ولات سيول وانهار وفيضانات اللي عمرنا كنا كنتسناو. وهاد التطورات كامله اللي كنشوفوا كتبين اقتراب الموعد مع الله سبحانه وتعالى. طبعا مقابل هاد الامطار والسيول فكنشوفوا جفاف غير طبيعي في الدول الاوروبيه. وطبعا كاملين تكونوا شفتوا الفيديوهات ديال فرنسا وبريطانيا وظهور احجار الجوع في المانيا، وكاين مدن كثيره من غير هذا. اجي خلينا نرجعوا للعلامه الثانيه اللي كتوقع حاليا، وهي انحسار نهر الفرات. كلنا شفنا فيديوهات ديال نهر الفرات كيجف، واللي ما كيعرفش نهر الفرات فهو نهر كيف في العراق. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من الذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل 199. يا بني فإن أدركته فلا تكونن ممن يقاتل عليه. يعني من غادي نحاصر نهر الفرات عن الجبل اللي من الذهب كل الناس غادي تسمع بالموضوع وغادي يبداو يتسابقوا، ومن بين كل 100 شخص غادي ينجا واحد. فهنا غادي تبدا مذبحة بين الناس. والشيء اللي كيخلع هو ان كاين واحد يصور نهر الفرات وظهور مدينه كامله كانت مدفونه لتحت، وكاينين فيديوهات اللي تصوروا واللي كيشوف راسو بعيد على ربي. فهذا هو الوقت اللي خاصنا نراجعوا انفسنا، وحاليا قدامنا فرصه خاصنا نستغلوها باسرع شيء ممكن قبل فوات الاوان. واللي ما كيصليش فالصلاه هي عماد الدين، فما نفرطوش في الصلاه ديالنا والدعاء الله سبحانه وتعالى والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا غادي تكون النهايه ديال هذا الفيديو. وإلا عجبك الفيديو خلي شي كومونتير زوين، وما تنساش السبسكرايب وتفعيل الجرس. والسلام عليكم.